فيلم النهارده هيكون الجزء الأول من سلسلة أفلام كريد، والسلسلة دي تعتبر تكملة لأفلام روكي، وهتلاقي لينك كل الأجزاء موجود في الديسكريبشن. وبدون ما أطول عليكم يلا نستمتع. قصتنا بتبدأ في إصلاحية للشباب الصغيرين، وبيكون في مشاكل كبيرة حصلت لأن بيكون في طفل صغير دخل في قتال خطير ومسك زميله كسره من الضرب، فالحراس أخدوا الطفل ووضعوه في الحبس الانفرادي. ولما الطفل كان في الحجز فزارته السيدة ماري، وماري تبقى واحدة من زوجات أبولو كريد الملاكم المشهور، وسألت الطفل عن اسمه وعن أهله، فالطفل قال لها إن اسمه أدونيس ووالده ووالدته متوفيين. ومن هنا ماري قالت له إن والده يبقى ملاكم أسطوري وبيكون اسمه أبولو كريد، ولكنه مات قبل ما يتولد، وهي اللي هتربيه بدلا من والدته المتوفية. وبعد كده بتنتقل بينا الأحداث 15 سنة لقدام، وأدونيس كبر وبقى ملاكم هاوي وبيحاول يشق طريقه للقمة. ومن هنا أول قتال لأدونيس بدأ، وأدونيس كان بيلاعب ملاكم خطير ولكنه قاتل بكل قوته ودمره بلكمات سريعة جدا وفاز بالقتال. وتاني يوم الصبح أدونيس راح الشغل، ولكنه قرر إن هو يستقيل تماما ويتفرغ للملاكمة. وأدونيس رجع للبيت وسلم على المربية بتاعته ماري، وبعد كده دخل الأوضة بتاعته وشغل فيديو لوالده الملاكم المحترف أبولو كريد وهو بيلاعب روكي. ومن هنا أدونيس قعد يتمرن مع الفيديو لأنه بيحب الملاكمة جدا. وبعد فترة أدونيس راح لمدرب ملاكمة مشهور في المنطقة بتاعته وطلب منه إن هو يتدرب معاه، ولكن المدرب رفض طلبه لأن والد أدونيس الملاكم أبولو كريد مات في الحلبة بسبب الملاكمة. فأدونيس اتعصب بشدة ودخل الحلبة وراهن على عربيته في قتال ضد أي حد. ومن هنا ظهر ملاكم محترف وقبل التحدي بتاعه، ولكن أدونيس خلص عليه بضربات مدمرة وقعد يتفخر بالفوز. ومن هنا ظهر الملاكم داني واللي مشهور بالجبل، والمقاتل ده محترف ويبقى من أقوى المقاتلين في العالم. وداني قبل التحدي بتاع أدونيس ودخل معاه في القتال. وفي بداية القتال داني كان مسيطر ومسك أدونيس طحنه وخلص عليه تماما بضربة مدمرة. ومن هنا أدونيس عرف إن مستواه في الملاكمة ضعيف جدا ولازم يتطور في أسرع وقت ممكن. وتاني يوم أدونيس قابل ماري وقال لها إن هو هيسافر لمدينة فيلادلفيا علشان يتمرن تحت إيد المقاتل الأسطوري روكي. ومن هنا ماري رفضت لأن والده مات بسبب الملاكمة. فأدونيس قال لها إن القتال بيجري في دمي وحلمي أبقى بطل العالم للوزن التقيل. وبالفعل أدونيس سافر لمدينة فيلادلفيا الأمريكية بأسرع وقت ممكن وراح المطعم الخاص بروكي واستناه هناك. وأول ما روكي دخل المطعم فاتفاجئ بأدونيس وما كانش يعرف إن هو ابن المقاتل أبولو كريد. وفي البداية أدونيس طلب من روكي يدربه وقال له إن هو يبقى ابن الملاكم المحترف أبولو كريد، فروكي رفض تدريبه تماما لأن والده مات بسبب الملاكمة. ومن هنا أدونيس اتعصب وقال إن هو مش هيبطل يطارد حلمه. وتاني يوم أدونيس اشترك في نادي الملاكمة علشان يتمرن فيه ويحسن مهارته. وبعد فترة أدونيس رجع لروكي من جديد وفضل يزن عليه علشان يدربه. وفي النهاية روكي عرف إن أدونيس عمره ما هيسيب حلمه وقرر يساعده مساعدة بسيطة. ومن هنا روكي كتب لأدونيس قائمة ببعض التدريبات الأساسية اللي هتساعده في القتال. فأدونيس شكره وانطلق للتدريب في سعادة كبيرة. ومع الوقت أدونيس أجر بيت في مدينة فيلادلفيا علشان يبقى قريب من روكي، ولكنه اتعرف على بنت ساكنة جنبه اسمها بيانكا. وبيانكا شغالة مغنية، وهي وأدونيس بدأوا يحبوا بعض. أما روكي فراح للمقابر علشان يزور زوجته إدريان. ومن هنا بنعرف إن بولي صديق روكي العزيز وأخو زوجته اتوفى هو كمان، ده غير إن ابنه الوحيد سافر بعيد عنه علشان يشتغل. وبكده روكي بقى عايش لوحده. وروكي فكر شوية مع نفسه وقرر يساعد أدونيس يبقى بطل العالم في الملاكمة للوزن التقيل لأنه ابن صديقه المتوفي أبولو كريد. وبالفعل روكي راح لنادي الملاكمة اللي أدونيس بيتمرن فيه، وهناك قال له أنا همرنك معايا بس بشرط إنك تسمع كل كلامي وتبذل أقصى جهد عندك. فأدونيس وافق بسعادة لأنه أخيرا هيتمرن مع روكي الملاكم الأسطوري. وتاني يوم التدريبات
بدأت وروكي علم ادونيس كل اساليبه السرية في الملاكمة، وخلاه يجري ورا الفراخ علشان يدرب سرعته وينط الحبل لساعات طويلة بدون توقف، ده غير تدريبات الملاكمة الكلاسيكية لتقوية اللكمات. ومع الوقت ادونيس اتحول من شاب ضعيف وملاكم مبتدئ الى مقاتل خطير ومدمر بسبب نصايح روكي الذكية. وفي يوم من الايام روكي كان بيدرب ادونيس في النادي، ولكن فجأة في مدرب كلمهم وقال انا عاوز اخلي تلميذي يتحدى ادونيس في قتال احترافي. فروكي وادونيس وافقوا لان دي فرصتهم علشان يظهروا مهارتهم للعالم كله. ومن هنا ادونيس ترك البيت اللي كان مأجره وانتقل للعيش مع روكي علشان يتدرب معاه كل يوم بدون توقف من التجهيز لاول قتال احترافي. وتاني يوم الصبح روكي اخد ادونيس وراح لنادي ملاكمة في منطقة فقيرة، وهناك روكي قدم ادونيس لمدربين محترفين جدا هيساعدوه في التجهيز للقتال. وبالفعل ادونيس بدأ يتدرب باقصى ما عنده وحسن مهارته ولياقته البدنية الى اقصى الحدود. وادونيس موت نفسه في التمرين لانه لو خسر في اول قتال ليه فهيفشل ومش هيقدر يحقق حلمه وفي وقت قصير جدا. فادونيس زود من قوة لكماته وبقى جاهز لاول قتال احترافي ليه مع مدربه روكي. وبالفعل اول قتال لادونيس اتنظم في حلبة ملاكمة صغيرة، وكان هيلاعب مقاتل شاب خطير جدا. وقبل الماتش فروكي اعطى بعض النصايح، واخيرا القتال ما بينهم بدأ. وفي بداية القتال الاتنين كانوا متعادلين واتبادلوا اللكمات، ولكن فجأة خصم ادونيس بدأ يسيطر عليه ونزل فيه طحن بدون اي رحمة. بس من حسن الحظ جرس الجولة الاولى ضرب، ومن هنا روكي بدأ يحفز ادونيس علشان يكمل القتال ويقوم من جديد. وفي الجولة التانية ادونيس افتكر نصايح روكي وانتظر فرصته للهجوم وانقض على خصمه وقدر ان هو يخلص عليه بالضربة القاضية. وبكده ادونيس فاز باول قتال احترافي ليه وقدر ان هو يشق طريقه في عالم الملاكمة. وبالليل روكي وادونيس وصديقته بيانكا استريحوا من يوم المباراة المتعب في هدوء تام. وتاني يوم الصبح لما روكي كان بيعمل الفطار فبيانكا قالت لادونيس ان كل الناس عرفوا ان هو ابن الملاكم الاسطوري ابولو كريد، والخبر ده انتشر على الانترنت وكل وسائل الدعاية والاعلان اتكلمت عنه. ومربية ادونيس شافت الخبر على التلفزيون، وبعد كده بتنتقل بينا الاحداث لريكي ومدير الاعمال الخاص بيه. وريكي يبقى بطل العالم في الوزن التقيل للملاكمة، ومدير اعماله قال له ان هو هينظم له قتال مع ادونيس لانه ابن الملاكم الاسطوري ابولو كريد، ودي هتبقى فرصة حلوة لجمع الفلوس. وبالفعل مدير الاعمال اتصل على روكي وطلب يقابله هو وادونيس علشان ينظم معهم القتال. وتاني يوم مدير الاعمال وصل وقال لروكي وادونيس القتال هيتعمل في حلبة ضخمة جدا وهيبقى فرصة علشان ادونيس يتشهر اكتر واكتر في عالم الملاكمة، ده غير ان هو هيدفع له $100,000. فروكي وادونيس وافقوا على العرض بتاعه. وبعد كده روكي قال لادونيس ان هو لازم يشد حيله علشان يغلب المقاتل المدمر ريكي لانه يعتبر اقوى ملاكم في العالم. فادونيس اتشجع لان فرصته جات له اخيرا علشان يثبت قوته للعالم كله. وفي يوم من الايام ادونيس كان بيتمرن مع روكي، ولكن فجأة حالته الصحية اتدهورت وفقد الوعي. فادونيس سنده واخده للمستشفى باسرع وقت، والدكاترة لحقوا روكي وصحته اتحسنت بسرعة. ومن هنا الدكتورة قالت انها اخدت عينة دم من روكي علشان تحللها. ولما روكي خرج من المستشفى فرجع لتدريب ادونيس من جديد، ولكن فجأة وصلته مكالمة من الدكتورة وطلبت منه يقابلها. وبالفعل روكي قابل الدكتورة واكتشف ان هو عنده مرض خطير جدا، والمرض ده لسه في بدايته وممكن يتعالج منه. ولكن روكي رفض يتعالج لانه مش عاوز يسيب ادونيس لوحده في مباراته ضد ريكي. وفي يوم من الايام ادونيس اكتشف بالصدفة ان روكي مريض لانه شاف اوراق مبعوثة من المستشفى، وقال له انت لازم تتعالج باسرع وقت لانك ممكن تموت. ومن هنا روكي قال انا زوجتي وصديقي ماتوا وابني بعيد عني وبقيت وحيد ومش مهم اموت او اعيش. ومن هنا ادونيس غضب منه وسابه ومشي. وادونيس راح يزور بيانكا في احدى حفلاتها الغنائية، ولكنه اتخانق مع واحد من الناس لانه عصبي ومش بيقدر يسيطر على غضبه. وللاسف ادونيس دخل السجن وروكي دفع الكفالة الخاصة بيه. وروكي حاول يكلم ادونيس ولكنه كان لسه متضايق منه بسبب اللي حصل
حصل ورفض ان هو يكلمه. وبعد كده ادونيس راح يزور بيانكا وقال لها ان روكي مريض ولازم يقف جنبه، ولكن بيانكا رفضت تكلمه لانه اتخانق في الحفله بتاعتها. وبكده ادونيس بقى وحيد بدون روكي او بيانكا، وقضى وقته لوحده وعرف ان هو لازم يهتم بالناس القريبين منه ويصالحهم من جديد. وتاني يوم ادونيس راح يقابل روكي واعتذر له لانه كان غير مؤدب معاه. ومن هنا ادونيس قال لروكي ان هو لازم يتعالج ويحافظ على صحته لانه بيعتبره زي والده بالظبط. فروكي وافق على طلبه بشرط ان ادونيس يتمرن باقصى قوته علشان يتفوق على ريكي. وبالفعل روكي دخل المستشفى علشان يبدا العلاج من مرضه. اما ادونيس فبدا يتمرن معاه علشان يحسن من مهارته ولياقته البدنيه ويجهز للقتال. وادونيس اهتم بروكي في وقت مرضه واستمر بالتدريب بمهاره عاليه جدا لانه لازم يثبت قوته للعالم كله. وفي يوم من الايام ادونيس كان بيجري في شوارع مدينه فيلادلفيا، ومن هنا ظهرت مجموعه من الشباب على دراجات ناريه وحاصروه من كل اتجاه علشان يحفزوه. فادونيس بدا يتمرن باقصى ما عنده لحد لما روكي قال له انت جاهز في القتال قدام بطل العالم ريكي. وتاني يوم المؤتمر الصحفي للقتال اتنظم، وفي وسط المؤتمر فريكي بدا يشتم ادونيس علشان يضعف ثقته بنفسه. فادونيس اتعصب وكان هيتخانق معاه. وبعد ما القتال اتنظم في غرفة تغيير الملابس، فادونيس وصلت له هدية من المربية ماري. ولما ادونيس فتح الهدية فلقى شورت الملاكمة الخاص بوالده ابولو كريد. وبالفعل ادونيس دخل حلبة الملاكمة مع روكي المدرب الخاص بيه واستعد للقتال ضد بطل العالم ريكي. اما ريكي فدخل الحلبة بطريقة مميزة وسط تشجيع كبير جدا من الجمهور لانه بطل العالم في الوزن التقيل. وبعد ما المذيع قدم ريكي وادونيس للجمهور اخيرا القتال ما بينهم بدأ. وفي الجولة الاولى ريكي سيطر على المباراة ووجه لكمات قوية وسريعة لادونيس، ولكن من حسن الحظ جرس الجولة ضرب. ومن هنا روكي قال لادونيس يستجمع قوته ويحارب باقصى ما عنده علشان دي هي فرصته الوحيدة علشان يثبت قوته للعالم كله. وفي بداية الجولة الثانية ادونيس استنى فرصته ووجه لكمات قوية لريكي وقعته على الارض. ومن هنا كل الجمهور اتجنن لان ادونيس الملاكم المبتدئ وقع بطل العالم على الارض. ومن هنا القتال ما بين ادونيس وريكي بقى مدمر، والاتنين نزلوا طحن في بعض في وسط ذهول الجمهور لان المباراة كانت اسطورية. وفي جولة من الجولات ريكي وجه ضربة قوية لادونيس افقدته الوعي، ولكن ادونيس قدر ان هو يقوم من جديد قبل ما الحكم يعد ال10. وفي الاستراحة ما بين الجولات فبنعرف ان عين ادونيس الشمال بقت مقفولة بسبب الكدمات ومش قادر يشوف بيها، لكنه قرر يكمل القتال وما يستسلمش. وبالفعل الجولة الأخيرة ما بين ريكي بطل العالم وأدونيس الملاكم الشاب الموهوب بدأت. وفجأة أدونيس وجه ضربة مميتة وقعت ريكي على الأرض، ولكنه قام على آخر لحظة. ومن هنا جرس الجولة ضرب والمباراة انتهت، وريكي وبيانكا دخلوا الحلبة علشان يطمنوا على أدونيس. حتى ريكي حيا على المباراة الأسطورية، ولكن للأسف ريكي فاز بالقتال عن طريق النقط. وبعد كده أدونيس شكر روكي على تدريبه وشكر المربية ماري على حبها ليه، وقال لوالده المتوفي ان هو بيحبه جدا. وبعد كده خرج مع روكي وبيانكا وسط تحية كبيرة من الجمهور لانه قدم قتال اسطوري ضد بطل العالم. وتاني يوم روكي اخد أدونيس وتسلق معاه سلالم متحف الفن زي ما كان بيتسلقها زمان، وقال له انت ليك مستقبل باهر في مجال الملاكمة. وده كان ملخص فيلم كريد الجزء الاول، ولينك بقية الاجزاء هتكون موجودة في الديسكريبشن. انا مينا اسحاق، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النهارية، وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقول لنا على الافلام اللي تحب نلخصها لك. اشوفك الفيلم الجاي يا صديقي، يلا سلام.